لحد دلوقتي صرخة الزوجة أقسم بالله مخلّيها صعبانة عليّا لدرجة إن الواحد مش مستوعب يعني صرخة زوجتك دي أصلًا قصاد الناس بالطريقة دي كلّها تسوى إيه علشان 2 أو بنتين زي دول. طبعًا لو أنت كنت مش متابع، فالست دي يعني قفشت جوزها مع بنات هو واصحابه في العربية اللي ورا بيتها، يعني أنا عايزك بقى تتخيل إن هو ورا الجنينة بتاعة بيتها، وقاعدين طبعًا بيشربوا حاجات وعمالين كل شوية يقول لك بنت تدخل من العربية، البنت تانية تطلع، تانية تدخل، وكانوا بالطريقة دي مع بعض. فالحقيقة الست كمان بتحكي معاناتها أصلًا معاه، بتقول إن ولاده كانوا كل شوية ييجوا يمسكوا فيه يقولوا له: "يا بابا إحنا نفسنا بس نقعد معاك، يعني نفسنا إن أنت تكون معانا في البيت." يقول لك كان يزق العيال ويتخانق معاهم وبرضه يروح يقعد مع الشلة بتاعته دول. خد بالك اللي أنت شايفه ده يعني كنت الواحد عايز يقول له إيه، اللي هو يا أخي أنت تقبلها على أختك، تقبل ده يحصل مع أختك. اتضح إن كان من ضمن الناس اللي هم معاهم في العربية أصلًا جوز أخته، يعني ده واحد قبل ده أصلًا على أخته. جماعة الواحد بيستغرب دايمًا إن أنت تضحي ببيتك، تضحي ببناتك وبولادك وبالحاجة اللي ربنا أحلها ليك وتروح تستبدلها بحاجة زي كده. يعني أنت البنتين أكيد كلنا شُفنا شكلهم عامل إزاي، كلنا شُفنا البنات، يعني أنا آسف في اللفظ والّا يعني مش هينفع أقوله، يعني هو باينين، وأكيد حضرتك أول حاجة شُفتها قُلت دول إيه. فأنت إزاي تقبل إن أنت تخلّي مراتك في مقارنة معاهم؟ إزاي قبلت إن أنت تخلّي مراتك تبقى قاعدة هي في البيت وأنت قاعد مع البنات دول تشربوا وتعملوا وتسووا؟ ده غير طبعًا التفاصيل اللي هي قالتها، قالت تفاصيل صعبة جدًا. من ضمن التفاصيل دي قالت إن بنت من البنات مأجرة شقة مش عارف في أنهي مكان هناك، فمش عارف قالت القناطر أو حاجة كده. الشقة دي كمان اتقال إن واخداها ليهم، يعني واخداها للشباب دول، لجوزها ولجوز أخته وكده وبييجوا يقابلوها. الغريب كمان إنها قالت إن هي عاملة عقد لكل واحد من اللي بييجوا دول إن هو جوزها. ليه؟ قال لك والله عشان لو البوليس لو يبقى إيه، إحنا معانا دليل والله كل واحد جوزها. يا جماعة إحنا قصاد قضية كبيرة. يعني الواحد طبعًا كان بيحاول على قد ما يقدر يستوعب ده، ولكن لأ، هي القضية فعلًا كبيرة. هييجي واحد دلوقتي يقول لك إيه، يقول لك يا عم ما تستر، يا عم ما تعمل. أولًا إحنا لا نزّلنا صورة الراجل ده ولا اتكلمنا في تفاصيل عنه، ولكن هل هو ستر نفسه؟ هل هو دَوّر على الستر ده؟ أصل يا جماعة الستر ده حتة إن واحد يستر على واحد أنتم فاهمينها غلط برضه. إنك تستر على حد ده الشخص اللي هو ظروفه قَعِته في كده. الشخص اللي هو كان في حال مثلًا والدنيا دوّرته وودّته لحال تاني، ولكن ده واحد بيكرّر الموضوع ده بيقول لك بقى له 6 سنين، واحد عمّال يكرّر الموضوع ده 6 سنين وسايب مراته وعياله مرميين بالشكل ده، وأنا آسف في اللفظ مرميين. هي نفسها قالت. أنت بقى إزاي قبلت إن مراتك تصرخ ومن قهرتها خلاص هي جابت آخرها، راحت فاتحة التليفون ومصوّرة، لأ وبكل بجاحة ماسكها وتمد إيدك برضه. طيب أنت كنت مستني منها إيه؟ يعني 6 سنين بتعمل كده، أنت بقى كنت مستني منها إيه؟ مستني إن هي تيجي تقول لك شكرًا؟ فجماعة ناس كتير الواحد بيشوفها بتعمل الحوارات دي، فاتقوا الله في أهل بيتكم. يعني نعمة إن غيرك كتير بيحاول يسعى إن هو يتجوّز ومش عارف. أنت ربنا رزقك إنك تتجوّز وعندك بيت وعندك ولاد، النِّعَم اللي ربنا بيمِن بيها على حد غيره بيتمنى ربعها. أنت بقى لأ، رميت كل النِّعَم دي ورُحت أنت فاهم.